السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. متنسوش سبسكرايب ولايك ونفعل الجرس. وحشتوني يا أحلى متابعين في الدنيا. عملت لكم فاصوليا، تعالوا ما نشوف. حطيت هنا شوية زيت وبدأت كنت مجهزة صلصتي. القوطة غالية يا جماعة أول يومين دول جدا، وصلت 20 و25 جنيه، فأنا جبت صفقة قوطة. ولاني بتعب من كل شويه ان انا اخرج واروح واجي وادور وساعات ما بلاقيهاش، فجبت كميه قوطه وسبكتها وصفيتها وحضرتها. انا بحطها في اكياس وبحطها في الفريزر طبعا لما بتبرد. بتنفعني بقى في ان انا مثلا ما اكون تعبانه مش قادره اخرج، مثلا عايزه حاجه اعملها بسرعه تكاوي. القوطه غاليه فبتنفعني صراحه. انا هنا حطيت الصلصه بتاعتي وجهزتها، وكنت مسلقه الفاصوليا ومجهزاها. وجهزت الحاجه هنا كلها عندي. هنا الصلصه معايا اتمرقت شويه لان ضفت لها شوربه عشان بعمل حساب ان الفاصوليا هتاخد غلوه معايا، ولسه طشه التوم وكده. فبدات ان انا اقلبها واظبطها واظبط حدقها واحط حاجتها كلها: كموني، فلفلي، مرقه دجاج. بظبطها من كله بحيث ان انا ما بحبش ان الحاجه معايا تخلص ويبقى ناقصها حاجه. ممكن انسى اي حاجه بتغير طعم الاكل عندي. وكل واحد مننا يا جماعه له تكاته في الاكل، له تكاته وحركاته له. يعني بص هنا انا بحط مرقه الدجاج لازم مثلا بحطها مع الصلصه قبل ما انزل بالفاصوليا. ممكن لو انا نسيت ان انا احطها مش هحطها، ما لا بحس ان طعمها بيبان وكده وانا يعني بحط في دماغي ان مرقه الدجاج هي ايه، زي البهارات تكمله للحواج والبهارات بتوع الاكل في مطبخنا كلنا. يا جماعه انا مطبخي متواضع، البوتاجاز على قدي والحاجه على قدي، يعني مش عايزه حد يضحك عليا. هنا بدات ان انا اقلبها واشوفها ان هي تقيله، الصلصه خفيفه، عايزه صلصه تاني. وهنا هغطي عليها وهسيبها تاخد غلوة واروح اجهز التوم. كنت هنا فرمت التوم عندي وحطيته في طبق ألمونيا. بص الطبق الألمونيا بتاعي أثري من زمان، الطبق ده انا واخداه من امي، يعني لو شافت الفيديو هتاخد الطبق مني. هنا بقلب التوم وهعمل يعني شويه كده، وافضل احمر في التوم وافضل معاه لان التوم ما بيتسابش. انت ممكن تسيبي البصله وتخرجي تجيبي حاجه تعملي حاجه، التوم يا جماعه ما بيتسابش. التوم ما بيستحملش، بيحمر في ثانيه. يعني دلوقتي انا معاكم ما قطعتش الفيديو خالص، التوم بدات تحمر معايا اهي في ثانيه واحده وهتلاقيه خلاص جهز. بصوا هنا احمر معايا ازاي. خلاص انا هديله تقليبه كمان وهضيفه على الفاصوليا. ايوه بصوا احمر ازاي. خلاص هضيفه على الفاصوليا. في ناس بتدق التوم وتحمره وبعدين بتنزل بالقوطه وبعدين تنزل بالفاصوليا، كل واحد له حركاته وتكاته في الاكل. هنا انا ضفتها هون على الفاصوليا. خلاص كده خلصت معايا. بقلبها، بديها تقليبه علشان التوم يتوه في الفاصوليا كلها ويدي نفس الطعم، ما يبقاش في حاجه غلط، وما يبقاش في حته مثلا حد او حته دلعه وكده. وهسيبها هديها غلوه مع نفسها كده، واروح اكيس القوطه واظبط حاجتي بقيت حاجتي. واول ما تاخد الغلوه بتاعتها انا هغرف على طول. هنا بقى حضرت اطباقي. بصوا بقى طعمها والله وريحتها كانوا يجننوا خرافه. انا عايزه دعم يا جماعه منكم، عايزاكم تدعموني، تقولوا رايكم ايه وانتوا بتعملوا اكلكم ازاي. نساعد بعض، ممكن اكلكم يعجبني، يعني ممكن انا اكون بعمل حاجه فايتاني من كده انتوا بتعملوها احسن. خلينا مع بعض. عايزه دعم كتير وشير كتير وعايزاكم تبعتولي في التعليقات عايزين تاكلوا ايه. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ونفعل الجرس.